آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين المكملين الذين ما زالوا لأعلاء كلمة الله غازين ومجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. صدق الله العظيم. خدای تعالی قرآن دا سورة منافقون دا بحث منافقه دا وهاد بيجي وإذا رأيتهم زمانه گویا محمد علیه السلام تبا منافقه دبینه تعجبك أجسامهم جو ديوان جسم وانا کے تدخيق عجيب دا يعني هنگي شكل والهبا هيكل وانا كيلو دلالة. وإن يقولوا تسمع لقولهم اگر کو بيشتغل جبترا تقو هي خود ديوانا کے يعني خبردانا واجي شيرينا خبردانا وخشب. اما خد تعالى بكأنهم خشب مسندة يا محمد هر وكي منافقها وكو داري قو ددنا ديوارا يعني قو بمنفعة ناخنا خانياتا صاد هم بشتاوا دنا ديوارا تابيجنا دربا او منافق وكو دارانا ياجي وكو وان داري قو نابا وان فالايا نابا وان كرمية يحسبون كل صيحة عليهم حسيب بكن ام منافقها چقا دنگي قو تيكرين لسرواناكي وقتي دنگ دكين هم العدو دبي والله نياري ما هم شكرابون هم يحسبون كل صيحة عليه تخمين بكنا هر دنيا عليه خدا حساب يعني هر دنيا جو ساعد كنت يعني ببال زررا نيارتي وان كاب وان بمبالاميش كجوان زال كيبتينا بلي فحذرهم خداي تعالى بيا محمد حفظه خبك جبا منافقه قاتلهم الله خدي تعالى لعنة الوابكي أننا يفكون شاوى أو نازي فرنا جدين إسلامي فاسق بونا جرية إسلامي دركتنا خدي تعالى لعنة الوابكي. إذا إمام زمخشري رقم 428 تمام إمام زمخشري خدا جي راضي بتفسير كشاف دا تفسير با 4 آية أشارة وهذا بيجي. كان عبد الله بن أبي ذبيهبوا عبد الله كري أبي رجلا جسيما صبيحا ذبي زلامك يقولوا جسمي بناك قودي بنا مظنبو وصبيحا يقولوا بالدنبو دنجي بلندبو صبيحا طلاق وسيدا صبيح وفصيحا وخبردان أنا يجي فصحت ليبو يعني سبحي وفصيحا زلامكي فصحت ليبو زلق اللسان زماني ويناك شيرين بو خشبو وقوم من المنافقين مثل ويناك أوج جسمي واناك وينو مظنبو ومثل سبحيبون وفصحت ليبو زماني والخشبو بلي دنجتا جانا تبريني يا زولام مشتاق وبالي درسي تلفونه هو بقرا وبكى تلفوني هنا كان مدينتي او انسان وكو عبد الله يقرؤ بيشي وكو ويناكبون او سلوك مدينيبون مظلم مدينيبون وكانوا هبون يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضري جباتا پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبون وفيستندون فيه وبير مسألة خبر دان وتشتغلي ولهم جهارة المناظر يعني منظرها واناك يستندون فيه بمنشأ رسول الله ده يعني فال يعني فال خدانا تشتاو صحابي معنى يعني فال دان وتشتغلين يعني خبر دان ولهم جهارات المناظر وجوار الشكل كيولو عجيب هبو هيئتك واي عجيب هبو وفصاحة الألسن وزمانك واي فصيح هبو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هبو في خنبري خدا عليه الصلاة والسلام ومن حضر ويقول با في خنبري خدا حاضر بون يعجبون بهياكلهم
يعني عجيب زيتن أب هيكل وشكل وناكل سيدا ويسمعون إلى كلامه سيدا أظن منك عجيب لديتن يعني عجب يعجب به بمعنى بقم ذكرنا يعني وان بقم ذكرنا يعني قبول ذكرن أو هيكل وناكل بلي وان بقم ذكرنا ويسمع بلي ويسمعون إلى إيشوا بقم كل مثلا قلت جاكي عجيب مني ما أنا قلت هي خدية تزحلد ما يزيني ويسمعون إلى كلامه وبه خدان اشتغالي وناكي خبرداني وان إذا فإن قلت ما معنى قوله كأنهم خشب مسندة إمام زمخشري بأجر قلت بيجي معنى ذي آية تشيا وخد تعالى قلت أو وان داري قنابا وان كرمية يعني وان داري وتابيش نبر ديوارا بتسبيرنا ديوارا بوشن بمنفعة قلت بأزيب بيجم شبهوا في استنادهم هاتنا تشبيه كرن دبي بالدانا خدا يعني يقولوا بالا خدان وجباتا بيخمر دروشو تشتغلين وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان أو نان نبون إلا جسمك جو إيمان تيدا تنبو والخير وخير دوادا نبو بالخشب المسندة إلى الحائط وكوان داري بوش بفائدة قد يعني سيدا عبارة بهوا دينا مني شبهوا بالخشب شبهوا في إسنادهم وما هم إلى أجرام خالية عن الإيمان والخير شبهوا بالخشب عبارة وصار ضربت ضبطة بهوا دينا خشبة بعد لنا يعني بالخشبة بخدي تعالى تشبيهها وان مش كله خدي تعالى تشبيهها واكر بوان داري بو مثلا بوشن بمنفعة مرت سبيري ديوارا يعني مرت قه نادي وقيمة نادي ولأن الخشب إذا انتفع به بالدار وقت يقول منفعات بولديتين كان في سقف يدخل ديوارا دا أو جدار يا مثلا نسر خانية أو غيرهما من مظان الانتفاع يجي منفعته بوهنا مكان منفعته أواني خاني سيدا يا دارس الديوار خاني أي مثلا دي أواني خاني سرقة فضل كيسروان دارا يا جدارن ديوارا بلش بريج بو بنجرة كيلا دينا سنة جوارا يعني جوارا يمكن كيران خانية بري قلتن ويا خجي كدارن سري وان وجا مردياخن وياخذ تخت السروان لي تخد بري تشيت كريم وما دام متروكا فارغا غير منتفع به بوقت يقوم مور دغ جواوري بردان ومثلا بوش بن وبين منفعة بن واسم إلى الحاطي واتسبيرنا ديوان ومثلا بجن باراجي الواقي والدرب نجي بالتوزينة ونبنادنا إذا قضيت تعالى فشبه به تشبيها بمنافقة كبادارة في عدم الانتفاع يعني يقول منفعة دوادا تنيا شاود بادارة دنينا منفعة بمنافقة جن يعني إيمان وخير دخل بيوش تريري ديوار دوان دا منفعت ند خانی دا نکیران نماخه اوانا نکاجی ساعت جد دسپیت دیوار دروش کی لازم میته خلامش کی لازم نه کی تانا منفعت تنه اوان یهودی عجیب سال تشکی منفعت خالینه يعني ويجوز أن يراد بالخشب المسندة ودرست بمقصد يعني وان داري بمثلا ضدنا برديوارا الأصنام المنحوتة من الخشب يعني أو دا الصنم بوتين تشيكرين جدارا المسندة إلى الحيطان وقوات سبيرنا ديوارا أو تي مقصد بي يعني مقصد بي أو بوتن أو يعني شو الناس لكن إيجاد سبيرين ديوارا شبكوا هيكلي وانا وال بيابسكن يخجرا أساس دروشي بكي كابل كشتاوات دنا ديوار وبريوات دنا عليه علمي بلي إذا شبهوا بها قد تعالى تشبيه كير بيا بعد مسباب فوتا في حسن صورهم شبهوا يعني يهوديات تشبيه كيرني بها منافق أصنام أبضان خشبة هذا تشبيه كيرن أب مثلا زي بيجي منافقي هناك في حسن صورهم دخشكايا صورتي وشكل وانتا وقلة جداؤهم ومثلا زي بيجي أو هناك جدوى يعني يكون وان حقيقة وان مثلا هندك نراصن يعني جدوان منفعة وان هندك منفعة وان هندك يعني تبي فايدنا
والخطاب في رأيتهم تعجبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتهم تعجبك إسام. بله. قد بيني وانا كت مثلا أو خطاب پیغمبر عليه الصلاة والسلام ريا يعني خد تعالى پیغمبر رد بيجي ياجي أو لكل من يخاطبه ياجي چقسي وخطابه خدي بيره حيا جواره مثلا بوش تمامي مؤمن رج تمامي مسلمان رج خدي تعالى بيجي وقرئ يسمعوا على البناء للمفعول يعني يسمعوا جي بنا مفعول كيجي هاتي خندن وموضع كأنهم يعني خشوبون الآيات كلمة دا وإن يقولوا تسمع لقولهم يسمع لقولهم يعني وقت خبردم قلتنا تدين لمشي حتى يعني مثلا وقت تسمع بخطاب پیغمبر خدا ريت بتتحسيني بل وموضع كأنهم خشوبون إعرابا بآياتها هناك رفع يعني محل مرفوعة على هم كأنهم خشوبون يعني مثلا يقول ويد رسر عطف رفع السجبة سرهمي بها مرفوعة يعني المرفوع خبر أجبر من تراكي معزوف وهم كأنهم خشوبون مسنن ياجي أو هو كلام مستأنف لا محل له ياجي كأنهم خشوبون جملة استنافية محل جير عرابينينا جملة بريا أخرى نابت تشتغل يعني تا على قاوي جملة بريا ويرنينا وقرئ خشب يوعد جمع خشبة يعني خشب جمع خشبية كبدنة وبدن قماولتي قبلي وكو بدنة وبدن وزناوان شاوى أبناها تيا أو خشب جي جمع خشبتيا وخشب بشكل جهاتيا فندن يعني يوعد كثمرات وثمر مثلا وكو في وزنها وخشب كمدرة ومدر خشبات وقت يقول وكرن هنجي سر وزنا في قلبها وكو مدرتي ومدريا يعني أب بيتها جمع أب تام مفردة بلى وهي في جمع مفردة وهي في قراءة ابن عباس بقراءة ابن عباس تقولها وعن اليزيدي أنه قال في خشب مثلا فينا وها خندية يعني جمع خشباء في خشبين قلت يا جمع خشباء جمع خشباء والخشباء الخشبة التي دعير جوفها قلت يا مثلا خشبتشيا أو داري قناباي فالا بويا كرمية يعني شبهوا بها خذت على تشبيهها منافقة كريب في داري قناباوي فالا يكرميها في نفاقهم وفساد بواطنهم ويعني النفاق وادا قوان منافق درونا ومسألة الزكي وانا خرابة شاوى أفدارها جدر روي وخشكا نابا ويناكي يعني خالق عالمي وان منافقة اوان دارا ناو خوراندي كوب إيكي بوشة ويا إيكي رزاندي هلان إيشن دكي كوب إيكي خواري اوانا بدا مسندانه يعني كل بياجي ناسكن جيكرينه جي demek ki tü xeyr ki tü fayda ki tü tişteki sadece bana şu agır adı ben avan münafıka işi agır bir baş çıkıranam cehenneme bir baş عليهم يعني خالق تشبيه تشكيريه ويا ربي وان تشبيهانك انجا خدا قلب تشكير عقلين ما بلنا عليهم ثانية مفعولة يحسبونه أو عليهم جي مفعولة دواج يحسبون ريا يحسبون كل صيحة حساب بكل عليهم ده عليه والله يهدك يعني يحسبون كل صيحة واقعة عليهم وضارة لهم حسيب دكين شقة دنجي واقع دل سرواناكي وجوار وزررة وضارة لهم وجوار زررة أو دنج شما لجبنهم جبوا الترسهن أو تشتي بالنابا وادا قد فشيرين قوش كرببي يا أو ارتباط أو جزليب يهودية را قوش كرببي وحسن الترسونك يا سيدة مالي هو كوان ترسونك يعني وهلاعيهم وقو مثلا ولو تشدنا ده هيجاني دنا ولو ترسيدنا تلقين يعني هراني شد بنتكي بركي ما ببا يعني وما في قلوبهم من الرعب أو ما يقول قلبي وادا ترسيها ولو قلبي وادا ترسيها
إذا نادى مناد في العسكري بوقت يك دنابا أوردية دا غازي عسكر بكي ياجي أو انفلتت دابة يعني حيوانك وري مثلا زي بيجم فلتان دنجيوي وري أو أنشدت ضالة يا يكي تشتكي وندابوي غازي بكن مثلا تدي بري بو تشتون ضادبون غازي تكن قوما كيتي حيوان يجي مثلا تفلته مر غازي تكتي لا يراوي حيوانا من هات داخل في شاي بقول وقت الدنجي وسايتي شاطر كتقولش بهذا ظنوه إيقاعا به ظن ذكرن جو أف دنج جوارتك يعني جوارتك قلت إيقاعا بهم أذونا زرارة وامنا أبي دنجي زرارة وامنا إيقاعا بهم يعني أف بلا بالسري واندا ولا بلا يعني أف دنجي زرارة وامنا فكي غازي واندك فكي غازي يبتكر به زرارة وامنا وقيل كانوا على وجل قيل لك قلتي أوهب أو منافق لسر ترصيب من أن ينزل الله فيهم وخذ تعالى بش يعني دنابا واندا ما يحتك أستارهم تشتيق ويك بشارتنا وبهت كني درخي دربا ويبيح دماءهم وأموالهم وري حلال كرن خينا وان ومالي وان يعني نازل بك ما يبيحوا دماءهم ويبيحوا أموالهم بلي ومالي وان حلال وري حلال كرن وخينا واجي وري حلال كرن ومنه جبيناك يقول مانا نازل بون جيتي مانا وجلتي أخذ الأخطل يعني أخطل نابيك شعرة ويجي مسب في معني قلتي قلتي ما زلت تحسب كل شيء بعده خيلا تكر عليهم ورجالا قلتي ما زلت زالنا بتحسب تحسب ذكي كل شيء بعدهم تقى تشتي بيش ديوان خيلا تدبيات سرع مثلا زي بيجم تشنا اللي صار حصبانا سرد بهنا يعني تخمن دكيك وهرتش دبوان بجوان بشونا هرتش يعني هسبن تكيروا عليهم هجوم لوان دكا ورجالا ياجي بيان مثلا او كلام حرب شي بيا يا مثلا صوارينا يا بياينا يا بيايني حرجينا يعني هجومي وقت بله تدي ما وقت يقول عسكر شيء جيكي يا مثلا بصواري دي شيء بس سر بشتا حصبه سر بشتا هو شيء ياجي مثلا يا انا حسوا او كنا انا يجا اللي كنت بله أباد بردقو مثلا أوجي بابي معني خاتيا يوقف قمنا ترسقو يعني بيش تبي دائما ترسيايا يوقف عليهم تي وقف كرن سر عليهم يعني يحسبون كل صيحة عليهم قال ولا تسمع وقف كرن بلى ويبتدأوا هم العدو ابتداجي هم العدو تيكرن يعني دفتيك يعني تشيبيو عادي أي هم الكاملون في العداوة إيجو تماما كاملا دنيارتي دا يعني إيجو تام نياري صادنا خالصا أولي لأن أعدى الأعداء شنكو أن نيارا العدو المداجي أو النياري ومثلا زي بيجيب بالترايا مدارات كي يعني بمعنى أوجينا أوكن يعني النياري مربل بمعنى النياري أن دشوار النيارة أن دجوار النيار أو نياري قبترة معملية ظاهر ذكي ما سبترد رابي تردروني والذي يكاشرك وقول مثلا زي بيجن دزيجي بيجا ظاهر ياخذ المكاشر المجاهر يقال كشر يعني العدو المضاجي او النياري كمدارجيه الذي يكاشرك بإجارة بدارته بطراتك وتحت ضلوع دبني الزكي بارسي يعني الزكي دا الداء الدوليو او إيشا او كينية يا كين هيا يقولوا مثلا اشتعاجز ونياريته يعني ظاهر ده دارت بتركت اللي بلكي دوسته باشه زرار يا ناقي جمر خرابي جمرتنا اما زكيوي كينا زكيوي تجاش بلي فاحذرهم
يعني حفظا خوش منافقة بك رسول خدا ولا تقتل بظاهرهم ونغرى بظاهرهم ونوى غراندين نغرجي بفي ظاهري واي يقولك ترى مثلا خوش تكونوا البات زماني وخوش خبرتن ويجوز أن يكون هم العدو المفعول الثاني ودرست أبا هم العدو مفعولين بالدوابة يجي يحفظ ثم لو طرحت الضمير بتشاو وقت قلت الضمير بابيجي مثلا زي يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون العدو بلى إذا فإن قلت يعني وقت كما طرحت الضمير يعني وقت الضمير أو بحساب يا الضمير آبتن معناه وكي جاي الضمير جبوا فصلي بقى نقل مفعول يعني ضمير فصل نقل مفعول إذا فإن قلت فحقه أن يقال هي العدو مثلا حقه قولي قلتن هي العدو نقول أنا هم العدو قلت كلمة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو بلى يحسبون كل صيحة عليهم هي الصيحة العدو هم العدو بلى قلت بزيبيج منظور فيه إلى الخبر بهاتي ميزاندن دي دبال خبري يعني خبري بناكي عدو شاوا مثلا زي بيجي مذكرة جبوا ولو أو مذكراني بنظري بهنا كما ذكر في هذا ربي شاوا مثلا هذا ربي دا ولو شيبويا عند بناكي ده يعني كل مبتدا وخبر عيني يعني موافقة عيني يعني عيني مالي هذا نراجع الشمسية سيدا ربي عيني ها هذا نه الشمسية قي لا مربنا وانزال ما يعني هذا ربي دمكي يا وربي عيني لا سيدا او يعني الشمس قال هذا يعني الشمس لا نقول هي ربي جبوا مراعاة خبري دقيقي أذن عامي بكر دقيقي يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو يحسبون كل صيحة عليهم هي العدو نقولهم العدو أبلي شما هي نقولهم وتجبر رعاية خبري يعني مبتدا وخبر عيني يعني هذا خبري هتكر سيدا أنا رعاية خبري هتكر رعاية مرجعنا هتكر وكي هذا ربي نفسه هذا ربنا رعاية خبري هتكر رعاية مرجعنا هتكر منا هذا مرجعكم مثل الشمس قلت أنا قريت ميزنا مقو يلي سيدا دبي وقت كذا في دار المبتلى ينزل الخبر اللي كلمة عبارة عن شيء واحد سيدا ما لويسي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا الشمس ربي أب هذا مرجعي مؤنثة ذكر يعني مذكر آنية باعتبار خبري إجا أبجي توازي بيجي سيدة زمخشيد بيجي نهاتي قلت إن هي العدو يعني رعاة مرجعي نهاتي كرن وصيحتها رعاة خبري هاتي كرن وعدوة معنى أعداء يعني كوتا هي قرب كوتا هي دبي راجبة صيحتي بابونا مرجعي أوي رعاة وينك رعاة خبري كيف والعدو خبر عيني جرى دبردا جي مثلا سيدا بقولتا هذه ربي يعني تشكي هذه راجبة الشمسية باية أو يجي هذا آنية بحسب ربي آنية ماله وأن يقدر مضاف محذوف ودرست أقول مسألة الويدر المضافة كي تقدير بكي وشو حسفيه ويوعد على يحسب يعني على سر معناه يحسبون كل أهل صيحة وأو مضاف جو أهلية جو مسدودة تبدي حسفيه قاتلهم الله يعني دعاء عليهم أفنفرا لسر ومنافقة وطلب من ذاته أن يلعنهم ويخزيهم وخستنا كجزات خدا وخدي تعالى لعنته ورحمة خدور بك
ويخزيهم خد تعالى وان بدي عذابان ورزيل بكي او ياشي او تعليم منع ذاته پیغمبر عليه السلام نبي ذاته خدانا يعني طلب من ذاته يعني اخو تعالى يعني ايش پیغمبر بتجي لعنه كيف بلي او تعليم للمؤمنين ياشي خد تعالى بنا مثلا مؤمنه تعلمني تعليما مؤمنات كي ان يدعو عليهم بذلك ونفرا بكل السربا منافقه بفيش سيدي ما السعيد يعني خد تعالى عفوا لبنيدش خذي وطلب من ذاته تعالى او خداي تعالى قاتلهم الله كيف على قاتل الله شما يراجع بالبيغمبر باتكي نميزنا دعاء عليهم نوى تمام تمام يجي طلب اما من النبي او من المؤمنين بيجي او تعليم المؤمنين لا أزلم دعاء عليهم أبيا بالدعاء كيف وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم ويخزيهم لبي؟ كي طلب كي؟ يعني قاتلهم الله وشو خداتي طلب كده يعني هذا هي بيجي قاتلهم الله وأنا يث هذا خلاص بيجي يعني ذاتي خداتي طلبه كل طلب معنا يا تعليما من بيجي قاتلهم الله ويأخذ طلب ذاتي خذ تعالى خذ لعنة اليوم طلب كي سينا تعليم وشمرة تعليم وشمرة فحذرهم خطاب البيغمبر تجم اجر عباره وسابقه بنرى دبي وطلب من ذاته تعالى ان يلعنهم يعني انه من اسلوب التجريد كقول قراءة ابن عباس رضي الله عنه في قوله ومن كفر فأمتعه على الأمر يا أي فأمتعه يا قادر خدات بجا كما في قوله تعالى يعني طلب ذاتي خدات كي يا ربي تلعنت الوا كي طلبت كم ليس عبارة نزع باب التجريد يا سيدة معنى أبا يعني في لفظي أنك يكي تربخي او طلبات كاش خدا بخوازك وحبكي او بخو فعل بخو خدايا يعني سبب التجريد يا فندم ديك كرني حتى لسان خزيج بس هذا ولا خزيو منتهى عذاب الله وغاية نكاله في الدنيا والآخرة خزي شيء أول اللي من خزي نتشه وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم ويخزيهم مالك كلامك مالك أن يؤفكون يعني كيف يعدلون عن الحق أو تشاوى درباس بونا جحقي يعني تشونا بالكفريبا وبالنفاق با يعدلون عدل سيدة عدل عن الشيء يعني ماله نقدر باس بونا يعني ماله جوزي قضية ذكرية ماله قضية أو تعجبا من جهلهم وضلالتهم أو عجيبك تعجبا جنزانيا وش كاشفونا وحلقا شاشد مالك يعني بيش يقول خذي تعالى حقي نشاني وادايا وبيبي الناس كرنا حقي وميل كرناش حقي دفش حقي بردانا شونا بالكفر والنفاق سيدا وإذا قيل لهم تعالوا سيدا زماني قلت سيدا الظلام يعني عجلة نك وهندك وبس البرا في آية بردريجة ناقدة برا صبي أول كده بوينة آية سيدا آية كنا صادم معنا آية تمام بيش ويش تمام وإذا قيل لهم زماني قلت نجوا منافقارا تعالوا بورن يستغفر لكم رسول الله بلا پیغمبر خدا طلب غفراندنا وعفو كرنا وش خدا بكي بسر بي حركتها وبي نزانيها لو رؤوسه بسر خد هجينا ولو خباد دم ورأيتهم يصدون وتدبينوا يا محمد قوم ميل دبن منع دبن وهم مستكبرون وخوا مظندكن دبي اوي تشاوا ورن جي پیغمبر بيجن برا طلبها عفو كرنا مبكي أظن عفوا سواء على سيدا لو رؤوسهم يعني سريخوا أواد فتلين دبجي برده يعني تديه كشكيش ما رابيجا ما
آسری قوال کلک دفجه برده يعني تمام يعني اشتا دفجه برده يعني برا طلبه خفرانه بنای ملك دفجه برده بله نجوی چشتی برده يعني وقتی گفت سری خود میبرینه معنی اوی گوشترد بیجی یعنی گوی خوناد ما تد نجوی چشتی برده بله سواء عليهم مسيوايا وكو هبا لسربا منافقة استغفرت لهم تطلبا عفو كرنا وان بك يا محمد أم لم تستغفر لهم ياد طلبا عفو كرنا وان نكي وكو هبا لن يغفر الله لهم ودي تعالى وان عفو ناكي وان غفريني إن الله محقق خدا لا يهدي القوم الفاسقين قوم بوجريا خدي در كتبي خدي وان هداية ناكي إذا إمام زمخشري خناشي رازي بالتفسير بهردو آيات عدد بلو رؤوسهم يعني عاطفوها يعني يقولوا السريع خد هجيني بقريني نعم وأمالوها نقول السريع خد هجيني أزلهم السريع ما باجينا ما تمام ما دفترين ده أول عطف يعني عطف بمعنى الزبارتنا أول كلك يدخنا معنى يعني يقولوا خلف بيجيب كرماجد من السريع خلف بعد دي يعني خو زيبريني معنى وأمالوها إعراضا عن ذلك وخميل الدين خد قلبين جبوه منع أخوة عراد أخوة حفظ أخوة وأمالوها ضميرها هاي راجب الروي سبب كده وأمالوها سريقوش ميتكن شما عطفوها أمالوها إعراضا عن ذلك واستكبارا ذلك إعراضا جوبي استغفاري وجوارد بيجن واستكبار قلنا ورد رسول الله طلبا مغفرة قناية وانبك بك أو يسأل يغد الزيرة وخش فيها يعرضك يعني لو احتياجها ما بيتنا وقرئ بالتخفيف اللواو والتشديد للتكسير لو بيجب الشدي او جنجش بو زحفوني زحفوا له سريق يدو ما يتكلم بها شيء مالك أصابكم الله خيرا كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد